من هنا راح أقول قصة يعني صارت معاي. كنت إمام سنة 2002 في مسجد، وبعد صلاة العشاء شاب أعزب كنت أطلع أذكر الناس في الله عز وجل. أي واحد في الشارع أوقف أحكي معه. فرأيت في هذا الشارع أنه في نادي ليلي، هذا الملهى الذي تمارس فيه المعاصي والأخطاء. فأصابني حزن شديد على من يرتاد هذا المكان. قلت والله غير أفوت أذكرهم بالله. يا الله. فأردت أن أدخل إلى هذا المكان. لما دخلت كان في بودي جارد برا، قال وين رايح يا شيخ؟ قلت والله بدي أذكر الناس في الله. قال لي هذول يا عمي على النار، تذكر مين في الله؟ هذول كلهم جماعة مش كويسين ومش مع الله. هذا من الذي يصفهم؟ يشبههم كثيرا وبشغل بودي جارد عندهم، يعني مش راح يكون أحسن يعني. قلت له إذا الله سألني يوم الدين ليه ما ذكرتهم بقول إنك منعتني. قال لا يا عمي، أنا الله يعيني على حملي، بدي أسوي حاجة، رايح أشتري قهوة وأنت أدخل على أساس إني ما شفتك. هذه القصة حصلت معي أنا، مش سمعتها بشريط ولا حضرتها فيديو، حصلت معي شخصيا. ففعلا دخلت على هذا المكان. فلما وقفت على عتبة هذا المكان الذي أشبهه بحياة حيوانية، شيء مزعج وشيء يعني قميء جدا، وألوان ومطفية الأضواء وكذا وصراخ ورقص. فأول ما وصلت استعجم لساني، وأنا الذي ينطلق لساني عند الارتجالية. بوقف على المنابر، عمري ما حضرت خطبة ولا عمري حضرت لفيديو ولا عمري، والناس بتعرف إن أنا بس بكبس الأون وبحكي، لأنه هذا من الله عز وجل فتح. لكن هناك لما رأيت ما رأيت استعجم لساني. فصار كل الموجودين يطلعوا علي باستغراب إنه مين هذا الشيخ؟ طبعا لابس عمامة وعباية وثوبي والمكان ما بيشبهني، حتى أن بعضهم كان خائفا. قال لك هذا أبصر شو بده يسوي الشيخ. فعلا لما استعجم لساني ثواني وصار الكل يترقب مش عارف شو بده يطلع مني، راح واحد مباشرة طفى الأغاني. فأنا هنا قلت ما في إلا القرآن، مش عارف أحكي لأني. فبدأت أتلو القرآن بصوت عالي كأنني أؤم الناس. فقرأت إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وتلوت هذه الآيات. فصارت الناس تقترب مني، تحديدا 3 أشخاص يقربوا من الباب. كنت أقرأ بصوت مرتفع. فجاء بعدين واحد حاول يصدني بطريقة مش لبقة، واطلع من هون ولا تخرب علينا رزقتنا وشو جاي تسوي عنا. هذا واحد من الشباب ال3 الذين تقربوا مني راح يمنعوا عني، ولا تقرب على الشيخ ولا تخليني أمد إيدي عليك. وأخذ هذا يدافع عني وهذا يهاجمني. أنا فهمت هون إنه علي أن أنسحب. فهذا الشاب اللي كان يدافع عني قال لي خدني معك. قلت له وين؟ قال لي أنت وين رايح؟ قلت له على المسجد. قال لي خدني على المسجد. فعلا قلت له تفضل. فإجا هو والاثنين الذين تقربوا مني في بداية الأمر أصلا. فعلا أخذتهم من المكان هذا للمسجد. وهذا أثر القرآن. الله عز وجل يقول لأحمد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأخذتهم بفضل الله عز وجل ورجعت للمسجد. أنا كنت الإمام وإلي بيتي في المسجد طبعا. دخلتهم على الحمام، اغتسلوا تحمموا، وصليت فيهم ركعتين. وبفضل الله عز وجل هؤلاء ال3 كان أحدهم على غير الإسلام يا الله، ودخل في رحمة الله عز وجل. يا الله. وهذا من فضل الله عز وجل. هذا كان أثر القرآن المبارك.